ومرحبا بيكم يا شباب في حلقة جديدة من تحديات أكل الديابة. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ وحشتونا كتير قوي. من الحلقة اللي فاتت التحدي المرة اللي فاتت كان شوية حاجات جديدة من كنساس تشيكن. لو انت متفرجتش اتفرج على الفيديو اللي فات. التحدي بقى المرة دي من فين؟ انت كل مرة تسألني انا ما اعرفش. المرة دي عندك استنى انا نسيت. التحدي المرة دي حاجة جديدة، حاجة كده حلمنتيسي بطاطس اند زلابيا، مطعم كده جديد للشباب اللي بتحب الاكل الحلمنتيسي، وهيبقى فيه كده ايه تشالنج. التشالنج اللي معانا المرة دي هيبقى عبارة عن حتتين، حتة كده وحتة كده. اتفرج بقى معانا في الحلقة، ولو انت جديد معانا ما تنساش تعمل اللايك والشير المتين وتفعل زر النوتيفيكيشن. وزي ما تشوفين يا شباب، دي الحاجات اللي احنا جبناها من بطاطس اند زلابيا، وهو تقريبا المنيو كامل. جبنا بقى حاجات كتيرة، بس قبل ما نبتدي تعالى نشرح للناس الجيم اللي احنا هنلعبها. الجزء الاولاني من التحدي هيبقى عبارة عن قول واعمل، وزي ما انتم عارفين لو انتم متابعين معانا بيبقى فيه اسئلة كده دوارة في الحوار، واللي بيعرف يكسب هو اللي بياخد النقطة. يلا بينا بقى نشوف الايتمز ونشوف معاها الجيم اللي هيحصل فيها. واول ايتم معانا يا شباب زي ما انتم شايفين هو الهوت دوج، وده بيبقى ثمنه 50 جنيه. انت واخد وانا يا برنس واخد، واحنا قبل ما بناخد كده. قبل ما ناخد في حركة لازم نعملها. نعمل كده، تلاقي جلافزات في ايدينا على طول. هوبا الجلافزات بقى لبستوا مستعدين نحطها دلوقتي كده يا معلم. تعالى بقى نشوف، اختار قول ولا اعمل. انا هختار قول الاول. ماشي، وانا هختار اعمل. شخص دايما بيتكلم بره الموضوع من اللي قاعدين. بيعمل ايه؟ شخص بيعمل ايه؟ بيتكلم بره الموضوع واحنا قاعدين مع بعض. مفيش غيري، انا دايما مفيش حاجه جديده. لا والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. انا معلم بيقول لي قلد شخصيه كرتونيه او مشهد من فيلم، اعمل فيها كابتن ماجد. كابتن ماجد تررر، كابتن ماجد تررر، عاد اليكم من جديد ضربه النسر. بس دي حاجه كوميديه فشخ يعني. دي اكتر حاجه ممكن تبقى انت فاكرها من الكرتون، من الكرتونات القديمه. وعمك بقى حبه سلاحف في النينجا وباباي والحاجات اللي احنا كنا بنتفرج عليها زمان، الكرتونات الجامده دي. كده يا معلم انا قلت اعمل، عملت صح اعمل. وانت ايه اللي اخترت لي كام نقطه؟ كان مكتوب عليها نقطه واحده. انا اللي قلتها دي عليها 3 نقط. طيب انت كده اللي كسبت التحدي ده، وانت اللي هتاخد النقطه دي. 1-0. تعالوا بقى يا شباب نجرب الساندوتش. وزي ما انتم شايفين الهوت دوج الكبير، حجم الساندوتش كبير، والهوت دوج يا معلم حجمه لارج يعني، وشكل الساندوتش مغري جدا، والسعر شغال. تعال بقى ندوق ونشوف ايه الكلام. راجل امسكك منين الساندوتش؟ زي ما انتم شايفين يا شباب حجمه كبير وحلو على سعره. انا مش عارفين جايبين الهوت دوج ده منين. انا اول مره اشوف هوت دوج يا معلم بالحجم ده، وساندوتش غرقان جبنه. ده غير كمان شكل العيش الفينو اللذيذ. يلا بقى ايه، ناخد القطمه. انت سبقتني اصلا، بس انا هاخد معاك قطمه قطومه ونشوف ايه الطعم. الحجم ده غريب يعني، انا اول مره في حياتي اكل بالحجم الكميه دي والحجم ده. في كمان في الساندوتش بيكلز مخلل. ده غير ان طعم الجبنه بتاعتهم بصراحه حلوه. بس هو الهوت دوج حجمه كبير لدرجه ان انت مش عارف تاخد قطمه من الساندوتش. كويس قوي ان انا اقترحت على موضوع الجلافزات ده والمناديل كمان. تنصح تاخد قطمه وتنصح تاخد قطمه. انا عايز واحده زي دي في التوانيت الله يخليك. انا بصراحه بحب السوسيس الصغير مش الكبير. حجمه يا معلم زياده عن كبير اللزوم، بزياده، ومخلي الاكل يعني ايه صعب، بس طعمه حلو. يعني انا كنت متخيل ان طعمه هيبقى مش حلو، لا طعمه يا معلم لذيذ يعني، زي الهوت دوج العادي، ما فيش فرق في الطعم، ومعمول ويل دان يعني، مستوي كويس. الخلطه اللي موجوده جوه الساندوتش حلوه يعني، حبه ايه مليان مخلل، فمخلي طعم الساندوتش لذيذ. احنا من وجهه نظرك تدي السندوتش ده كام من 10؟ الساندوتش جامد، كافتكاسه حلوه. هو شكله خضني في الاول، انسجمت معاه فحلو، عليه 8 من 10. اقول لك على حاجه، تعالى نعمل في الوسط كده تحدي، اللي يخلص الاول ياخد نقطه. لا يا معلم، بما ان الساندوتش طلع كبير ومحدش فينا عارف يخلصه، هسبقك. خلصت الاول. ايه يا جدعان ده؟ انا اول مره اكل ساندوتش بالحجم ده، بحس ان انا نفسي اتقطع بعد ما اخلصه. يستاهل بصراحه السعر، والجوده بتاعته ساندوتش كمان جامد. تسحب المره دي قول ولا اعمل؟ انا هسحب اعمل. تسحب اعمل، وانا بقى هقلب الناحيه الثانيه نشوف قول هيقول لنا ايه. استنى بس ايه الجلافزات اللي الواحد لابسها دي. حلوه دي. تبتدي انت ولا ابتدي انا؟ انا هعمل دي بصراحه. بوست سيلفي لغداك وسيبها لحد اخر اللعبه. حلوه دي، واحنا ممكن نعملها دلوقتي. امسك يا معلم، ادي الموبايل وافتح السيلفي المتين، وانا همسك الايه
السندوتش البيج اللي حجمه 20 اكس ده. انا بقى اللي هعمل، المفروض انا اللي امسك حاجه. طب ايه ماشي طب طلع اطلع معاك. لا اطلع انا. طلعني معاك اهو. اطلع معاكم. اطلع معاكم. واخدنا السيلفي المتين. استنوا البوست هتلاقيه عندك في الانستجرام بيج او التيك توك. هنا بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك عندك فوبيا من ايه؟ اللي هي حاجه كده زي ايه؟ خاف من ايه؟ فوبيا دي بتخاف من ايه؟ انا بخاف من ايه؟ ما تخافش. لا اخاف. ما تخافش. بقول لك اخاف يا ده، انا عامل حسابي. انا بخاف من العناكب. يعني لما بشوف عنكبوت. زي ده انت بتحب سبايدر مان. ايوه لا دي حاجه ودي حاجه تانية. بس لما بشوف يا معلم عنكبوت مش بخاف منه. عنكبوت شكلهم مقرف قوي. لو عارف انت لو كده. دي اللي انا قلتها دي معلم بنقطتين. اللي انت عملتها دي بكام نقطه؟ 4. يبقى انت برضو اللي كسبت. احنا كلنا مخلصين المره اللي فاتت 1-1 كده. بقينا كام؟ 2-1. البرنس بقى في الصداره. وتاني ايتم معانا هو اللي تشيكن ستريبتيز بيج. برضو السندوتشات عندهم كلها حجمها كبير. ده اللي تشيكن اللي برضو غرقان جبنه واللي حجمه كبير. تعال بقى ندوق ونشوف ايه الفرق في طعم. اللي تشيكن ولا الهوت دوج هو اللي هيكسب. يلا بينا بقى يا شباب نشوف بقى ايه المعجزه دي. وبما ان ده برضو كبير فده يا معلم هيتاخد هوبا كده ايه على هوته نصين. امسك انت نص وانا همسك النص التاني. السندوتش ده عباره عن ايه بقى يا محمد؟ السندوتش ده يا شباب ثمنه 55 جنيه تشيكن. وزي ما انتم شايفين زي السندوتش التاني غرقان برضو جبنه وعليه مايونيز. الفرق ما بين ده والتاني ان ده مايونيز التاني ما كانش عليه وعليه بيكلز برضه. صحيح ده مش مايونيز، ده رانش. ده رانش. طب لا ما دام كده استنى بقى ندوق. لا يعني هو شكله لون المايونيز واخد لي بالك. تعالى بقى لا ما دام كده بقى تعالى ندوق. بس طعم الجبنه مغطى عليه. وبعد التفحص والتمحص والهضم طلع فعلا رانش. انا يعني مستلطف طعم الستريبتيز مع الجبنه مع الرانش. حاسس ان السندوتش ده اروق. يعني الهوت دوج كان عنيف. يعني كنت حاسس ان انت يعني ايه ده كان بغشامه في حرب. لكن التشيكن حاجه تانية خالص. تحس ان هو ايه خد وهات كده معاك. لذيذ. السندوتش ده اجمل. وشايف ان بصراحه هياخد 9 من 10. اعلى من السندوتش التاني. سندوتش جامد. السندوتشات بتاعتهم لحد دلوقتي سعرها جامد مع الجوده بتاعه الاكل. بصراحه لحد دلوقتي بطاطس اندلابيا ما خيشوش معانا. عايز ياخد مني النقطه. بس تقدر تقول المره دي احنا خلصنا الاثنين في نفس الوقت. فالسل هو 2 وانا 1. بعدين احنا ما قلناش ان في تحدي اللي خلص. ما ده عامل زي الايه بونص كده بيطلع تدين كده فجاه عشان ما تخمش. كلام جميل كلام معقول. ما اقدرش اقول حاجه عنه. نخش في التقيل اللي كان المفروض يجي من الاول وهو الفرنش فرايز. ده طبعا فرنش فرايز عاديه وده الحجم ميديوم. لا يعني لا لارج ولا سمول. ده ثمنه 22. ومفروض بقى ايه هنفتح كده ايه ونشوف. اخبط بقى معايا برنس. بس استنى ما نسيت تقول واعمل. هتعمل ايه؟ حازي بازي. اعمل حازي بازي المره دي. حادي بادي كرم الزبادي شالوا حطوا كله عليه. ايوه قول. يبقى انا ايه؟ هختار اعمل. وبيقول لك لا دي ولا دي هعرف اعملها. انا بقى عندي حاجه حلوه. قول لي. انا هقول لكم ايه اللي موجود في الكارت. مين اكتر حد منافق في صحابه؟ افتح بقى انشر بقى غسيلك بقى. تعال. منافق مش منافق. منافق. جدع منافق مين؟ انا عندي كتار. هم كتار الصراحه. بس مفيش يعني ممكن نقول احمد. ممكن اقول محمد. ممكن اقول محسن. كلهم برضه. كل دول كل احمد ومحمد ومحسن اللي بيتكلموا علينا. احنا هم دول انت ايوه اللي بتتفرج اللي اسمك احمد ومحمد ومحسن. يزيد فدي بنقطه. طب انا بالنسبه لي بيقول لك حط حته تلج في بقك لحد ما تسيح من غير ما تكسرها. دي مفيش تلج. احنا في التلج ما ينفعش. احنا متلجين لوحدينا. فانا يعني ايه حاوز درو في التحدي ده. فحضرتك كده هتاخد النقطه دي. يبقى انت كده بقيت 3 وانا ايه بقيت 1. يلا بقى نغطس غطوسه في البطاطس اللي مش باين لها يعني ايه. هو باكل بطاطس بس ايه يعني. هو انا كنت متخيل ان الميديم هيبقى اكتر من كده. يعني هو لا ده يا دوب على الميديم كفايه. الاسم ميديم بس تحس ان هو الحجم سمول. واخد لي انت بالك. فتعالى ايه البطاطس كرانشي مدلعه عليها بهارات لذيذه. نجيب على البطاطس نجرب نحط عليها كشب. انت حط على الكشب بتاعتك. انا مش عايز. انا كده مستنطف. استنى كده لما ايه هم للامانه باعتين مع
مع الاوردر يعني شويه باكيتات كشطب، يعني كنت متخيل ان هي مثلا هتيجي بمنظر احلى من كده، وفير قوي نديها 6 من 10. كده عزيزي المشاهد يبقى خلص الجزء الاول من التحدي بفوز البرنس 3-1. نخش بقى في الجزء الثاني من التحدي معانا. احنا خلصنا الجزء بتاع البطاطس، هي مسموم بطاطس اند زلابيا، فاحنا كده خلصنا الجزء بتاع البطاطس الحادق وهنخش في الحلو. الحلو بقى الايه الجزء بتاع الزلابيا. بس قبل ما نخش في الجزء بتاع الزلابيا، لو انت من الشباب اللي بتحب الاكل ومن الاكيله، بيحب يجربوا تحديات، بيحب يجرب حاجات جديده، وعجبك المحتوى معانا، شاركنا وادعمنا وادي زوبه زقه، فعل الهاشتاج بتاع اكل الديابه، اعمل لايك واعمل شير، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان تتفرج على الحلقات الجايه بتاعتنا. ده غير البلاي ليست اللي اسمها اكل الديابه اللي هتلاقي فيها كل الحلقات. ما تنسوش كمان عندنا صفحه على الفيسبوك هتلاقوا اللينك بتاعها هنا اهوت، وما تنسوش برضه عندنا انستجرام هتلاقوها هنا اهوت. يلا بينا بقى نخش في الجزء الثاني من التحدي. يلا بينا يلا بينا خش بقى على برنس بالزلابيا والناس اللي بتحب الحلويات. ومعانا زلابيا 6 انواع مختلفين. ايوه استنى بس عشان ايه عشان هو المفروض التحدي ان احنا يعني ايه ما نعرفش انواعهم، يعني هم فيهم ايه. احنا هندوق وهنقول لكم وهنخمن، واللي هيخمن صح هياخد على طول نقطه، خمن صح على طول نقطه، واخد انت بالك. فايه يلا بينا. يلا بقى بكابورته. ايه ده البكابورتات؟ يلا بقى هو كبرت بس من حرفيا التغطيات اهي انت جاهز بكل حاجه. عندنا كل حاجه جاهزه عندنا. يلا البس على طول. ده مستعد يا جماعه، ده جاي انا كل حاجة. خسران 3-1. عايزين نعمل رومونتادا بقى وهجمات مرتده وكلام من ده. طب يلا يا اخويا يلا نقلب الماتش. ها احنا هنحسبها التحدي الاول انت كسبت ولا هنكمل على النقط؟ لا انا هنكمل على نقط واحده 3-1. الشوط نعتبر ده الشوط الثاني يعني. ده الشوط الثاني. يلا بينا الشوط الثاني. تعالى كده استنى هنحسسه. جبنا الخله ورجعنا. استنى بقى ايه مع الخله دي هتصعب الحوار. لا مش هتصعب، انت هتحط وتاكل. هتقعد. ما انا مش عارف انشن. ما هو ده التحدي. انا مش عارف انا نشنت فين. طيب استنى انا نشنت اهو، بس استنى مش عايزه تطلع ليه اهو. طلعت بواحده. انتوا شايفين بقى اللي بيتفرج علينا شايف دلوقتي. انت حطيت على طول. طبعا. طيب عرفت هي ايه كمان. لا يا عم نوتيلا ايه؟ ما فيش نوتيلا خالص. لا دي نوتيلا. دي كوتن كاندي. عمال كوتن كاندي حاجه والنوتيلا حاجه ثانيه خالص. طب تعالى نشوف ايه ده. طلعت فعلا نوتيلا. عيب عليك، ده انا واخد دكتوراه في التذوق. انا بتاعتي ما كانتش غرقانه ولا ايه؟ بتاعتك كانت تحت خالص فما كانتش محلحوسه. انا بتاعتي هنا في النص فكان فيها شويه من تحت ومن فوق. طيب كده بقى يا معلم. كده بقينا 4-1. انزل تاني بكابورتا تاني. هوبا نزلت يلا. لا حطها كام. اوعى تخاف. ها فانا بقى نعمل بقى كده عشان ايه كده مش عارفين ايه فين. هوبا ايه استنى مش عايزه تطلع. مش عايزه تطلع ليه؟ دي معروفه. استنى ما تقولش. استنى نقول سوا. طيب يلا 1 2 3 كراميل. شكلي كده مش عارف اغلبه. سهله دي. اللي بعده سهله. استنى الابونيه بتاعي بايظ. استنى هوبا 5-1. يلا كده فاضل معانا 4 اصناف. تعالى بقى ايه نجيبها بالورد كده. يلا ها انت فين؟ تعال انزل معايا. طب يلا اطلع انت مش عارف انزل. ما تنزل. انزل. ما انت لازم تنزل مطرح ما انا نازل. انا نزلت في حته ثانيه تقريبا والله اعلم. مش مشكله. ماشي خلاص. لا الفرق باين جدا. اللي معايا دي توفي. توفي؟ اه. لا ما فيش توفي حضرتك. لا في توفي. ما فيش توفي في حياتك والله. ما هو توفي بالقهوه. توفي بالقهوه؟ اه. ماشي. انا بالنسبه لي كوتن كاندي. يعني توفي بالقهوه. لا انت نزلت فين؟ نزلت هنا. اه. طيب ده حضرتك كوتن كاندي مش توفي. كوتن كاندي اهي. ايه ده يعني ده كافيه بقى. انا قلت توفي بالقهوه. كافيه. احيي الرجاله ده بيخمن كل حاجه صح. كده بقينا كام؟ 6-2 ولا كام؟ 6-2 صح؟ 6 دقايق. في اكتساح طب ايه يلا ده. انا لو حتى جبت الثلاثه التانيين الجايين صح انا اللي فايز. هيبقى في الحالتين انا اللي فايز. عارف انت بتلعب ماتش وخسران 10-0 بس يعني ايه هنعمل ايه؟ هارد لك للزمالك واهلا بالاهلي. ايوه واوعى الزملكاويه يزعلوا. 6-1 خلي انت بالك. يلا بقى انزل. نزلت فين؟ انا هنزل هنا. انا نزلت زيك بالظبط معاك. احيانا خلاص تذوق عندي بايظه خالص. استنى مش عايزه تطلع. خدي تعالي. ايوه انت شكلك عملت التحدي ده قبل كده وبتضحك عليا. يلا ده ايه؟ طعمهم كلهم شبه بعض. انا عارف دي ايه. طعمهم شبه بعض. دي لوتس. طب استنى لما اقول. يا عم اضرب وانت هتركن. دي لوتس يا جماعه. عرفت منين؟ اهو بسكوت اهو. تعمل بسكوت عليه اهو. لو خدت دي كده بقطعها بسكوته واحده. استنى كده اخد واحده كمان ممكن احس بالفرق. يا جدعان طعم اللوتس مش كده. كده 7-1. 7-2 لو سمحت. 7-2 لو سمحت. فاضل لنا 2 عشان نقول لكم ايه افضل فليفرز
اللي احنا دقناه. انزل معايا اوعى تكون المهندس بوب بتاعه ولا انا كله. ابتديت اشك فيك. هيبان في الفيديو من كل حاجه. غير ما اشوف، من غير ما اعمل، انا عارف كل حاجه طعمها عامل ازاي. يطلع يلا. هتركن جنبي ولا هتنزل؟ انا هركن جنبك بس اطلع، انا حاسس بايدك. يلا طب اهو استنى، مش عايزه تطلع اهي. اهو سهله دي، سهله قوي دي. الحاجه الوحيده اللي اعرفها ما هي الحمد لله. هو من الصبح عمال يقول اسمها، والله هي. لا يا عم دي فراوله بقى، دي فراوله. لا يا عم بقى مش لاعب يا عم. وعشان العروبه ما تطيرش من قلبي وانت ما تطيرش من هنا بقول لك بلاش. بدي دوق يعني بدي دوق. لا دي فراوله، طعمها فراوله. لا ده كنت جامد. مش عارف اظن حد يجي يحكم معانا بقى. لا يا عم دي شوف لونها حتى احمرين. هي في كان لونها احمر. بتعمل فراوله. طب استنى بغمي بقى. ما هو ده اخر واحده بقى وخلاص. طيب ما دي باينه قوي دي، هي محشوره بس. هقولها ما انا شفتها. قول بقى. دخلتها بيضه. الحمد لله. 8 كام؟ 8 3 كده. الحمد لله. نقول لكم بقى الاصناف اللي احنا جبناها بالترتيب يعني. هنا شوكولاته نوتيلا، هنا هوت وايت شوكليت، ايوه هنا هوت كوتن كاندي، ايوه هنا هوت توفي أيوة. بالقهوه، ايوه هنا هوت لوتس، أيوة. هنا هوت كراميل. دي كده الست اصناف اللي احنا جبناهم. بس من تحت كده. تمام. طبعا هم عندهم تقريبا 8 أو 9 اصناف. في صنف او 2 مش فاكر ايه، رافتيلا ولا روفتيلا حاجه كده. صنفين كده شفتهم ما اعرفهمش، عملت نفسي مش شايف من بنها. وجبت الستة اللي انا عارفها. انا بالنسبه لي كل واحد فينا هيقول بقى اكتر 3 عجب. انا اكتر طبعا حاجه عجبتني الكراميل والوايت شوكليت واللوتس. انا بقى بصراحه اكتر حاجه عجباني الكوتن كاندي والتوفي بالقهوه والنوتيلا. كده يبقى النوتيلا. انا قلت نوتيلا وانت قلت نوتيلا. دي الحمد لله، ما هي دي الوحيده اللي خدت عليها درجه، دي اللي خليتك 3. الزلابيا بصراحه بتاعتهم حلوه، وكون ان في فرايتي موجوده في الاصناف عندهم حاجه جامده. غير كمان ان نسيت اقول لكم ان الكومبو وومبو ده ثمنه 75 جنيه، وفي الاوفر اللي هو 9 اصناف ثمنه 105. بس انا شايف ان يعني 3 اصناف مش ما كانش مشكله فرق ال 35 جنيه ده، فجبت اللي هو 6 اصناف تقريبا. كان في كل الفليفرز اللي موجوده عندهم. الفليفرز عندهم طعمها حلوه. الزلابيا مسكره بس اللي هي بس الصوص اللي عليها اللي بيبقى هو اللي فارق، مش محسسك قوي بالفرق. هي محطوط عليها صوص، فيمكن عشان كده انا ما كنتش قادر يعني ايه تميز. يعني حاجات قليله جدا زي اللوتس مثلا والوايت شوكليت فليفر باين فيهم، لكن باقي الحاجات كنت ما الزلابيا مسكره ما كنتش حاسس بالفرق. هي الفكره كلها ان الزلابيا نفسها هي مسكره، فالفليفر نفسه لو انت عرفت ان انت تطلعه دي لوحدها حاجه حلوه يعني. برافو عليك ان انت تعرف تميزه ده لو عرفت. طبعا البرنس شكله واخد اصلا كورس في الكلام ده، وطول النهار كان قاعد بياكل في زلابيا. ما انا حافظها صعبه. فهو يعني بص يعني كانت جايه له في ملعبه. الزلابيا جامده جدا وطعمها بصراحه فظيع، فشايف ان هي فير قوي عليها 7 من 10. ما كانتش واو يعني. الاوفر بصراحه لذيذ. المطعم بطاطس اند زلابيا جودته جامده، وبصراحه انا فرحان ان احنا جربناها الحلقه دي. السندوتشات بتاعتهم كانت كبيره بشكل يعني فظيع، وكانت جوده الاكل جامده جدي. يا عم انا اتكيفت عليا. الزلابيا عجبتني زي ما بيقولوا كده، ختمت ويعني ايه ظبطت الدنيا وكيفتني. طبعا نقول مبروك للي فايز في الحلقه المره دي اللي هو ما ننساش طبعا ومش اي ومش اي فوز ده باكتساح حضرتك. تمام يعني بص كان في اولمبياد بتحصل، وعشان كده سكور المطعم فير عليه قوي 7 من 10. بيركومند شباب لو انت بتحب تجرب الاكل الحلمنتيسي ومعاه شويه حلويات ان انت تجرب من عندهم. يعني مطعم من المطاعم القليله اللي كيفتنا لحد دلوقتي. بنحاول نجرب كل شويه كده مطاعم جديده. لو في اي مطاعم جديده بانت قصادكم او عايزيننا نجربهم اكتبوها لنا على القناه بتاعتنا، اكتبوها لنا في الكومنتات، او اي افتكاسات جديده زي الافتكاسه اللي كانت موجوده في الفيديو اللي فات بتاعت كنسس تشيكن اللي كانت نوت بيتزا. افتكاسه برضه كانت لذيذه. فاي افتكاسات جديده اكتبوها لنا برضه في الكومنتات. يا رب تكون الحلقه دي عجبتكم. نشوفكم في حلقه جديده من تحديات اكل الديابه. بيس.